أنا مش جاي أقول لك في الفيديو ده إن أنت ما يكونش عندك أحلام، ولكن بندردش مع بعض إن ليه الواحد بيتعب ويبذل مجهود عشان حياته تبقى منوّرة كده وملفتة. إحنا مش بنتعب عشان خاطر حياتنا صعبة، إحنا بنتعب عشان تعريفنا للحياة بقي صعب. لازم حياتك تكون مبهرجة بقى كده في شهرة وفلوس وبيوت ودنيا عشان تحس إن أنت لازم تعيش، وهو ده التعريف اللي إحنا بقينا شايفينه، إن الشخص اللي عايش حياة هادية ده مش عايش، ولكن اللي عايش بقى في مهرجانات هو ده التمام. أنا مش ضد الأحلام ولا الطموح، ولكن أنا ضد فكرة إن أنت تبذل كل طاقتك عشان تبيّن للناس صورة معيّنة، وهو ده مش أنت. أنت بتكون فاكر إن الشخصية دي شخصيتك، ولكن هي بعيدة خالص عنك. الحياة بتتحول من تجربة بنعيشها لسباق ما بيخلصش. جبت كاميرا عايز مش عارف إيه، معاك 1000 جنيه عاوز 2000، عاوز مليون. يعني جِبت عربية عاوز الأعلى منها، بقيت عاوز كل ما توصل لحاجة عاوز الأعلى منها. يعني أنت لو قُلت لحد أنا معايا عربية والعربية دي أنت بتحبها وكل حاجة، بس هتلاقي سؤال هو الموديل ده موديل كام؟ هيقيّمك من نوع عربيتك، هيشوفك شخصية من نوع تليفونك أو من عدد المشتركين اللي في قناتك، فاهم؟ ولكن مش هيشوفك كقيمة، أو هل أنت مبسوط في اللي أنت بتعمله؟ هل أنت مبسوط بالعربية اللي أنت جايبها؟ مثلًا يعني ما فيش حد أنا مش باخاطب فئة معيّنة، أنا باتكلّم في العموم والله. الفكرة إن إحنا بقينا نقيس قيمة الواحد باللي معاه. أنا ما ليش دعوة أنت مبسوط في حياتك والّا لأ، بس أنا هاقيّم الحياة اللي أنت عايشها باللي في إيدك أو باللي تمتلكه. كل واحد بيتفرّج. أنا رجعت لورا وشغّلت لعبت في الإضاءة بس كده عشان إيه، إيدي تبان. كل ده عشان خاطر إيدي، ما أعرفش إيه المهم في إيدي، بس تمام. كل واحد بيتفرج على الفيديو ده شايف إن مشكلته مختلفة. واحد نفسه يبقى غني، والتاني نفسه يبقى مشهور، والتالت نفسه يتجوز، ولكن كلهم عندهم نفس المشكلة. شايفين حياتهم ناقصة فمستنيين الحياة تبدأ رغم إنها شغالة والمفروض نعيشها.